ناخذ عبد الله أج. عبد الله أج من السنغال. عبد الله أج ها. سنغال. لا موجود. هذا السنغال. سيصلحون إن شاء الله. عند الشيخ بشير. جرس وين؟ أين الجرس؟ تمام. السؤال عند الشيخ بشير. الجرس عندك؟ يا سلام. بس هذا السؤال طيب. من هو؟ نعم وأنا السلام. تفضل شيخ. السؤال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن
إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. حسبك. اقرأ من قول الله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء
ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. حسبك. السؤال الرابع والأخير: طاعة وقول معروف. بسم الله الرحمن الرحيم. طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. حسبك. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. والآن ننتقل إلى الفقه المالكي، ومع أسهل المسالك لنظم ترغيب السالك للشيخ محمد حسن المالكي رحمه الله. أكمل 8 أبيات من قول المؤلف في باب الأعيان الطاهرة والنجسة. قال رحمه الله تعالى: مسك كذا فأرته فطهري، ثم الجمادات التي لم تسكري،
مسك كذا قال الناظم رحمه الله: مسك كذا فأرته فطهري، ثم الجمادات التي لم تسكري، دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي، ولو بالكره لا ما حرما، وميتة البحر وما لا دم له، لا وزغ وشحمة وسحلية، وزغب الريش وصوف ووبر، إن جز من حي وميت وشعر، وخمرة إن خللت أو حجرت، والزرع إن يسقى بنجس فنبت، في ميتة الإنسان خلفا خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، وأرجح الأقوال بالطهارة، في ميتة الإنسان حتى الكفرة، وما من الحي أو الميت انفصل، كميتة الحي الذي منه حصل. أحسنت، بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخ عبد الله: ما معنى قول الناظم: وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي؟ نعم، قال الناظم رحمه الله: وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي، يعني من سنن الصلاة أن يضع الإنسان أمامه سترة، وهذه السنة مطلوبة في حق الفذ الذي يصلي وحده، وكذلك مطلوبة في حق الإمام. أما المأموم فلا يطلب منه ذلك، فيكفيه سترة إمامه، وهذا في حال أنه خشي أن يمر أحد أمامه. وأما إن أمن ذلك فله أن لا يفعل ذلك. نعم، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. السؤال الثالث والأخير: ما هي الأمور الواجبة للميت على الأحياء؟ ما هي الأمور الواجبة للميت على الأحياء؟ واذكر شاهد ذلك من الأبيات. نعم، يجب على الأحياء للأموات الكفن والدفن والصلاة والغسل. أحسنت. وقال الناظم رحمه الله: ويلزم الأحياء للأموات الكفن والدفن مع الصلاة والغسل، والزوجان فيه قدما. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. ما شاء الله. نتوقف إن شاء الله لصلاة المغرب، ثم بعدها نعود. توقف لصلاة المغرب إن شاء الله ثم نرجع.